واصبحت بلد اسلاميه، حكوماتها اسلاميه وقانونها اسلامي كلها اسلاميه. دول اسمهم ذميين، وهؤلاء لهم احكامهم الخاصه، واصل بابهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. دول اربع. الخلل ياتي هنا من تنزيل حكم لصنف من هذه الاصناف على صنف اخر، وتستدل بالايه والحديث، واللي قدامك مش عارف يجاوب في عينه ولا مش عارف يتكلم. على سبيل المثال، اليهود كما قلت اخذوا ارضنا، ارض الاسلام، الارض مقدسات الاسلام، واخذوا المسجد الاقصى وطفشوا اهل الارض منهم وخدوا اموال المسلمين وبيحاربونا بخطط معروفه، وبعدين قالوا عايزين نعمل معاهم معاهده السلام. عايزين نعملوا ايه؟ معاهده السلام. تنفع معاهده السلام دي يا جماعه؟ في فقهاء السلطه اللي هم تبع الحكام بيزمروا وراهم زي ما هم عايزين، قالوا تنفع لقول الله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذه الايه في اي الاصناف؟ لو انتم مركزين معايا تنزل على ايه؟ على المعاهدين الصنف الثاني. لكن دول مش معاهدين، دول محاربين، لانهم ما زالوا يغتصبون الارض وما زالوا يلبسون المقدسات وما زالوا ياخذون الاموال وما زالوا يحاربوننا، فما زالوا محاربين. فكيف ننزل عليهم حكما هو لم ينزل فيهم اصلا؟ فهذا من انواع الخطا الشائع ان تنزل حديث او ايه في صنف وليس له، فاشتبعت. وبعدين انا غلبان يجي واحد شيخ ومقبض انه ماسك كتاب في ايده يقول لي يا عمي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم الى ارض الطرق. وبنزلوا على ايه؟ بنزلوا على الذميين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يقول على الذميين قال رسول الله سبب عندنا في علم الحديث سبب ورود الحديث زي سبب نزول الايه يوضح المقصود بالايه في سبب ورود الحديث. دول قالوا ليه؟ يوضح المقصود بالحديث. هذا الحديث كما ذكر ابن القيم وكما ذكر الشيخ محمد عبد الله الدراز في المختار من كل السنه، قال هذا الحديث قيل او قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش الذاهب لحرب بني قريظه. بني قريظه عملوا اللي عملوه في الحزام وخرجوا وعملوا ورايحين يحاربوا، فالرسول بيحط لهم خطه المعركه. من الكلام قال لهم ما تبداوش بالسلام، مش عايزين نبداوا بالضعف، عايزين نبداوا بالقوه، ولما تخشوا البلد سيطروا، يعملوا حظر تجوال ونظام تفتيش وطلعوا عين، فبيحاربونا. ده امبارح لو دخل المشركون من عندهم لابان المسلمين. فهذا حكم خاص بالمحاربين. هذا الفهم فهمه بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء فهم قال لا ده الحديث على عمومه لكن الفهم الصحيح ان سبب ورود الحديث يبين ان هذا الحديث خاص بالمحاربين، لانه منافي للقاعده الكبرى اللي هي حسن المعامله، اللي هي البر والقسط. الرسول صلى الله عليه وسلم في القران الكريم يقول ان تبروهم وتقسطوا اليهم. بعض الناس قال تبروهم دي يعني ايه؟ بدون حقوق. الامام القرطبي في التفسير بتاعه يقول كلمه جميله جدا، قال بدون حقوق دي يعني عدل، والعدل مع المحارب مش مع الذل، لقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. يعني ما يضطركش حرب ليه انك ما تعدلش. قال فالمحارب انا مطالب ان اعدل معه، والبر والقسط فوق العدل. البر والقسط ده ايه؟ يعني معامله حسنه. هل من المعامله الحسنه ان تضيق عليه الطريق وان لا تبداه بالسلام وان يقول لك السلام عليكم ورحمه الله تقول له وانت كمان؟ هذا منافي للقاعده القرانيه اللي هي البر والقسط. فلا بد اذا اردنا ان نعمل الحديث ان نعمله على ما ورد فيه. فلكي لا اطيل عليكم في هذا الخط الاول، هو ان يجب علينا اذا اردنا ان نفهم موقف الاسلام هذه الاصناف ان نفهم كل صنف على حدته، وان نفهم كل صنف باحكامه الخاصه به دون ان نخلط بين الاحكام بعضها وبعض. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. القاعده الثانيه او الخط على الثاني قاعده لا اكراه في الدين. القرآن الكريم في سورة البقرة يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والحقيقة الدين لا يقبل بإكراه. يعني لو أنت مسكت السيف وقلت لواحد يقول لي يا رب صلى الله وجاءت هينفعه الكلام ده؟ مش هينفع. ليه؟
الدين ده عقيده، ده رضا، ده اطمئنان، ده انقياد، ده حب واذعان لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش بالاكراه. فلا اكراه في الدين. وهذه القاعده كما هي في العقيده هي ايضا في العباده، هي ايضا في الشريعه. لا اكراه في هذه او هذه او هذه، مش اكراه. ودي قاعده واضحه وقاعده قرانيه. لكن حولها شبهه، يقول طيب انتوا بتقولوا لا اكراه في الدين، طب ما انتوا عاوزين تطبقوا الشريعه الاسلاميه، والشريعه الاسلاميه دي دين، واحنا مش مسلمين، مش عايزين نلتزم بالدين بتاعكم. دي يقول لك تكرهونا على الالتزام بكذا، شو ما بقول كده؟ ليه نطبق العقيده بتاعتكم؟ او ليه نحتاج من الشريعه بتاعتكم ده الدين بتاعكم واحنا ما احناش عايزين نلتزم بهذا؟ هذه شبهه قال ويقولها بقى غير المسلمين، ويقولها العلمانيون. يا جماعه انتوا كده عم الناس مش عايزين تقولوا الاسلام على كل الناس، هم مش مسلمين، هم مش ملزمين انهم يلتزموا بالاسلام الذي تريدون ان تلتزمون انتم به. صلى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام اذا رجعنا الى فهمنا للاسلام ولغير الاسلام وحكم الاسلام في هذا الموضوع يوضح بسيط جدا جدا جدا. اولا، ما هو الدين؟ الدين عقيده، الدين عباده، الدين اخلاق، الدين معاملات. العقيده باتفاق لا اكراه فيها، ولو ان في العقيده اكراه ما كان في مصر الان غير مسلم. يعني لو الاسلام بيقول كل الاسلام، امال المسيحيين اللي في مصر اللي جايين منين؟ من ابائهم المسيحيين، من ابائهم لما فتح مصر على عمرو بن العاص موجودين، لم يكرههم احد على تغيير عقيدتهم، وهم الى الان ما حدش بيقول ولا حد يقدر يكره. حكم الاسلام كده. طيب ده بالنسبه للعقيده. بالنسبه للعباده واضح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما بعد سيدنا اسامه قال: ستجدون قوما فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم لما فرغوا انفسهم منه، سيبوهم يتعبدوا سيبوهم معي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس اداهم عقد العهده العري: امان على كنائس وصلبان ومعابد لا ينقص من حيزها ولا من صليبها ولا ليكونوا احرار في عبادته. ابو الاخلاق، كل الاديان السماويه تتفق في الاخلاق. يعني الصدق عندنا وعندهم، الامانه عندنا وعندهم، الحريه عندنا وعندهم، العدل عندنا وعندهم. هذا لا خلاف فيها في الاديان. يتم المعاملات. حكم الشرع الاسلامي في البيوت، حكم الشرع الاسلامي في الحدود، حكم الشرع الاسلامي في الزواج